الله يعلم سبحانه أننا نخطئ، الله جل وعلا يعلم أننا مساكين. يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. كم من ذنب وشتمة ولعن وغيبة ونميمة تحدثنا بها بألسنتنا. إن الوضوء محطة تنقية من الذنوب والخطايا. ما أجمل الصلاة التي أديناها ونحن نحتسب الوضوء، ما أجمل الوضوء إذا الإنسان يفرح به. يضعف الشيطان ووسوسة الشيطان في قلب عبد دائما كان على طهارة ووضوء، فتجد أنه قلب معلق. ولذلك انظر إلى السكينة في وجهه والطمأنينة في صدره والسعادة في حياته. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. أنا أمشي إلى بيوت الله ليس رياضة، أنا أمشي لرفع الدرجات وحط السيئات. وما أجمل الخطى وهي تكفر، خطوة ترفعها فيرفعك الله بها درجة. الكفارة الثالثة من الكفارات قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة. لماذا لا تخلو مع ربك؟ خلونا مع الخلق حتى صحروا قلوبنا، سولفنا معهم حتى أخذوا حسناتنا. يا مسكين، أنت في صلاة، أنت في صلاة ما دمت تنتظرها. ما أجمل أحبابي أن ينتظر الإنسان الصلاة بعد الصلاة، وذلك بالرباط في بيت الله. أتدري من الذي معك؟ إنهم ملائكة الرحمن. اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. فأنت في صلاة، ثم إن الدعاء بين الأذانين أي بين الأذان والإقامة مستجاب. والله من مشلولين، عدد الأرض من المشلولين أمنياتهم أن يضعوا الجبهة لله ليسبحوا رب الأرض والسماوات. ولماذا البعض منا يصلي ولكن في صدره وحشة؟ لماذا يصلي ويفكر في المواعيد خارج المسجد؟ تصلي في جماعة هنيئا لك، تكفر هذه الصلاة ذنوبك الصغائر بين الصلاتين. المشي إلى المساجد كفارة، التبسمك صدقة، الجلوس في انتظارها عبادة. صيام رمضان وحده إيمانا واحتسابا يغفر لك ما تقدم من ذنب. ومن المكفرات قيام رمضان. إياك أن تئن وتحمل على الأكتاف ويكبر عليك 4 وتقول رب ارجعون وكنت في المهلة. الصلوات الخمس تكفر. وهنيئا لكم يا أهل مكة، هنيئا لكم. العمرة إلى العمرة كفارة بينهما إذا اجتنبت الكبائر يذهب. ولذلك أنهار التوبة إذا سكبت على نيران الذنوب أطفأتها. وكانت كزبد البحر وليس معها الشرك، فإن العظيم سبحانه وتعالى يجعلها رحمة. وانظروا إلى الشيطان كيف يحبس الإنسان من ذكر الرحمن. ما أعظم الصلاة التي يعتقد العبد أن الله أراد به خير فكفرت ما بين الصلاتين. فوالله لا يهلك على الله إلا هالك، فلا يمكن أن تختلط بذنب وتفرغ على الذنب توبة إلا وغفر الله لك. لا تلتفت وتقول عندي ذنب كبير، وقل بل إن عندي رب كبير يغفر الذنب. ما بلغك الله مواسم العتق من النار إلا ليغفر لك. لربما رفع اسمك ليلة من الليالي فتسعد سعادة لا تشقى بعدها أبدا. يأتي الشيطان ليحبطك وأنت قادم إلى ربك. أن البعض يختفي عن عيون الخلق ولا يختفي ولن يستطيع أن يختفي عن عين الله. استحي من نظر الإله وقل لها، أي قل لعينك إن الذي خلق الظلام يراني. وجود الملائكة في حياتنا يجعل الإنسان في خلواته، يجعله في إخبات. من لا يستحي من الله في الخلوات أن يجعل الله جميع طاعاته باء منثورا. وقولوا لأبنائكم نخشى تعصوا الله في الخلوات فتكون جلواتكم في هم وحزن. ولذلك أنهار التوبة إذا سكبت على نيران الذنوب أطفأتها. يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. كم من ذنب وشتمة ولعن وغيبة ونميمة تحدثنا بها بألسنتنا. إن الوضوء محطة تنقية من الذنوب والخطايا. ما أجمل الصلاة التي أديناها ونحن نحتسب الوضوء، ما أجمل الوضوء إذا الإنسان يفرح به. يضعف الشيطان ووسوسة الشيطان في قلب عبد دائما كان على طهارة ووضوء، فتجد أنه قلب معلق. ولذلك انظر إلى السكينة في وجهه والطمأنينة في صدره والسعادة في حياته. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. أنا أمشي إلى بيوت الله ليس رياضة، أنا أمشي لرفع الدرجات وحط السيئات. وما أجمل الخطى وهي تكفر، خطوة ترفعها فيرفعك الله بها درجة. الكفارة الثالثة من الكفارات
قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة. لماذا لا تخلو مع ربك؟ خلونا مع الخلق حتى صحروا قلوبنا، سولفنا معهم حتى أخذوا حسناتنا. يا مسكين، أنت في صلاة، أنت في صلاة ما دمت تنتظرها. ما أجمل أحبابي أن ينتظر الإنسان الصلاة بعد الصلاة، وذلك بالرباط في بيت الله. أتدري من الذي معك؟ إنهم ملائكة الرحمن. اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. فأنت في صلاة، ثم إن الدعاء بين الأذانين، أي بين الأذان والإقامة، مستجاب. والله من مشلولين، عدد الأرض من المشلولين أمنياتهم أن يضعوا الجبهة لله ليسبحوا رب الأرض والسماوات. ولماذا البعض منا يصلي ولكن في صدره وحشة؟ لماذا يصلي ويفكر في المواعيد خارج المسجد؟ تصلي في جماعة، هنيئا لك، تكفر هذه الصلاة ذنوبك الصغائر بين الصلاتين. المشي إلى المساجد كفارة، التبسمك صدقة، الجلوس في انتظارها عبادة. صيام رمضان وحده إيمانا واحتسابا يغفر لك ما تقدم من ذنب. ومن المكفرات قيام رمضان. إياك أن تئن وتحمل على الأكتاف ويكبر عليك 4 وتقول رب ارجعون وكنت في المهلة. الصلوات الخمس تكفر. وهنيئا لكم يا أهل مكة، هنيئا لكم، العمرة إلى العمرة كفارة بينهما إذا اجتنبت الكبائر يذهب. ولذلك أنهار التوبة إذا سكبت على نيران الذنوب أطفأتها. وكانت كزبد البحر وليس معها الشرك، فإن العظيم سبحانه وتعالى يجعلها رحمة. وانظروا إلى الشيطان كيف يحبس الإنسان من ذكر الرحمن. ما أعظم الصلاة التي يعتقد العبد أن الله أراد به خير فكفرت ما بين الصلاتين. فوالله لا يهلك على الله إلا هالك، فلا يمكن أن تختلط بذنب وتفرغ على الذنب توبة إلا وغفر الله لك. لا تلتفت وتقول عندي ذنب كبير، وقل بل إن عندي رب كبير يغفر الذنب. ما بلغك الله مواسم العتق من النار إلا ليغفر لك. لربما رفع اسمك ليلة من الليالي فتسعد سعادة لا تشقى بعدها أبدا. يأتي الشيطان ليحبطك وأنت قادم إلى ربك. أن البعض يختفي عن عيون الخلق ولا يختفي ولن يستطيع أن يختفي عن عين الله. استحي من نظر الإله وقل لها، أي قل لعينك، إن الذي خلق الظلام يراني. وجود الملائكة في حياتنا يجعل الإنسان في خلواته، يجعله في إخبات. من لا يستحي من الله في الخلوات أن يجعل الله جميع طاعاته هباء منثورا. وقولوا لأبنائكم نخشى تعصوا الله في الخلوات فتكون جلواتكم في هم وحزن. ولذلك أنهار التوبة إذا سكبت على نيران الذنوب أطفأتها.